بابا 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 يا حاج يا حاج. هاي هو انت بكلم حد في الشارع التاني يا ابني؟ ايه وانا قاعد في الشارع التاني؟ انا قاعد قدامك اهو. خضتني. الله يسامحك. ما هو دي التربية، دي التربية. الله يسامحك. ماشي ماشي، انا مش هرد عليك، مش هرد عليك لاجل انت ابويا، بس احتراما انك راجل في سن ابويا، فمش هرد عليك. المهم عايز اقول لك معلومة مهمة. انا اخيرا قررت اتجوز. قررت اتجوز. عايز تتجوز؟ يا ابني، لا عمري جري فجأة ولا لمحته. ودي مين متعوسة الحظ دي اللي هترضى بيك يا جلام فيها كلب يا حيوان يا يا موكوس يا ابن الموكوسة دي مين اللي هترضى بيكي؟ حصل حاجة، حصل، انت ما قلتش. ما بلاش، ما تغلطش فيها، هجيبها لك من جوه، انا مستحلفك هجيبها لك من جوه انت واخد. وبعدين ينقصني ايه يعني؟ اي بنت في الدنيا تتمناني وانا ناقصني ايه؟ الحلاوه موجوده، الجمال مش موجود بس مش مشكله، مش شرط يعني، مش مهم. الادب، الاخلاق، كل الصفات الجميله اللي تتمناها اي بنت في الدنيا موجوده فيا. هو ايه يعني؟ انت امي مثلا اديتك على ايه؟ على جمالك؟ لا طبعا. فهكذا انا عايزه، انا مش بغلط فيك والله، انت راجل زي القمر وكل حاجه وربنا يسامحنا على الكذب ده، بس انا بفهمك ان الجمال مش كل حاجه يعني، فاهمني؟ وبعدين انا اي بنت تتمناني بيترموا عليا في الشارع قد كده، بس انا ما بقدرش يعني. مستني بنت الحلال الحلوه اللي شبه الجيل. انت جميل حلو ولا؟ ده لما بخش بالليل الاوضه عشان اطمن عليك بتخض لما بشوفك. بقول سلام قولا من رب الرحيم. عيب بقى ولا ما توجعش ما بيني وبين امك دي حبيبتي. ده هي اللي استحملتني وشالتني وياما ياما ياما وقفت جنبي ياما ياما يا ابني. امك دي ما يعوضهاش الزمن. يا مسيحه حبيبتي يا مسيحه. المهم يا ولد، مين هي البنت دي اللي انت عايز تتجوزها؟ ده انت ابني قعدت معايا وانا مش طايقك، هي قدرت تطيقك ازاي؟ عايز اقول لك يا حاج ان هي البنت دي صاحبتي. صاحبتي من ايام الجامعه على 4 سنين. يا بص، عايز اقول لك بتعشق اني اعيش، بتقول لي انت اجمل انسان شفته في حياتي. عيله كدابه قوي بس مش مشكله يعني، بس بجد بتكبر بخاطر حبيبها يعني، بتموت فيا، بتعشقني موت موت موت. عارف بتحبني اكتر منك، موت موت. بس انت راجل غريب. ياه 4 سنين ومستعملك لحد دلوقتي؟ ده انا لو الاقي حد ياخدك ويديني بمكانك مروحه، لا مروحه لا عشان الجو حر قوي، ويديني مكانك تكييف، تكييف ايه؟ لا انا هرضى بالمروحه، ومروحه معفنه هقول له خده. هو انت منك ولا كفايه شرك يا موكوس يا ابن الموكوس؟ هو انت فالح في حاجه؟ طيب ادي البنت ولقيناها، ها هتروح تتقدم هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم ايه انت بقى؟ ها قول لي كده. ايوه يعني ايه اقول لهم ايه يعني؟ مش ما انت ما اتجوزتش قبل كده ومش عارف اللي بيتقال ولا ايه؟ ولا انت لسه جديد في الموضوع؟ ايه ده فلسفه غبيه قوي، غبيه. انا لهم اللي اتقال لكل الناس يعني، انا طالب ايد بنتكم جاي اتقدم لكذا، طالبين ايد بنتكم كذا، لبنتنا لابننا كذا، واهو عادي يعني، كلام عادي. انت عم انت مش عارف حاجه خالص، مش عارف نتكلم معاهم نقول ايه، مش عارف نقابل الناس. هو انا اللي المفروض اعرف ولا انت؟ ده انت المفروض انت مفيش حاجه في دماغك خالص كده. هو انت بتتكلم مين كده حيوان يا تربيه وسخ؟ انت ما عملتش فيك ايه تربيه؟ ايه الواد اللي انا بالسهل ده؟ انت ما عملتش فيك اي تربيه خالص يلا. لازم تعصبني كده، لازم تعصبني. جايب لي ضغط وجايب لي سكر، ناقص تجيب لي ايه تاني؟ انا مش فاهم انت ناقص تجيب لي ايه تاني يا ابني؟ عمرك الله غور، غور من الوش. أي. شوف ده تعب معاك والله، شوف ده تعب معاك يا اخي، حرام عليك يا اخي. هو انت بتعذب كل الناس كده؟ شوف بتعذبه وانا بتعذبني انت بتعذبنا كلنا كده، بتتبسط بالكلام ده وبعدين بتقول عندك ضغط وسكر بس. حتى في المرض بخيل فيه، انت في المرض بخيل في كل حاجه كده، بخيل ما بتصرفش في اي حاجه خالص. انا قلت يبقى مثلا قلب، سكر، ضغط، زهايمر، يعني خليك شويه في الامراض دي يا اخي، ما تخافش. هعتني بيك يا اخي، هعتني بيك، ما تخافش. ده ايه المخ اللي انت فيه ده؟ قولون حتى مفيش. مين يعني امك؟ انت يالا، انت اللي تعلمني بيا يالا، يالا ربنا ما يحوجني ليك يالا، يالا انت مش طامر فيك تربيه ولا طامر فيك حاجه، ايه الادب يا وسخ يالا؟ ما شفتش تربيه انت، انا ما عرفتش اربي يا صدمتي، انا ما عرفتش اربي للاسف يا تربيه وسخه يا زباله.
وبعدين قول لي يا ولد، تعالى هنا يا ولد، تعالى لي قول لي، هو انت لما ابوها هيجي يسالك ويقول لك ولا هتاكلها منين؟ هتشربها منين؟ هتلبسها ازاي؟ هتقول له ايه؟ هتيجي ترد عليه كده تقول له ايه وانت لا موظف ولا منيل؟ تتك خيبه عليك وعلى سنينك وتقول لي هعتني بيك، تلاقي تاكل تتك نيله، ده انت قاعد عليها مكلفني. انا راضي ذمتك، دي اسئله تسالها؟ هي دي اسئله تسالها؟ هتلبسها فيها تشربها منها كده؟ انت مش فاهم يعني، مش فاهم. هو لازم تفتح مين؟ لازم تفتح ربنا اولا، وثانيا انت بتكلمني هتاكلها ازاي؟ من بقها؟ ما هي هتاكل من بقها، هاكلها بالمعلقه؟ ما اكيد يعني مش هناكل من مناخيرنا يعني. هشربها ازاي؟ هي لو هتشرب من بقها برضه من الازازه، ما اكيد مش هتشرب يعني من ودانها، ده هي مش هتشرب من عينها، ده هي الاسئله الغبيه دي. وبعدين هتلبس ازاي؟ هي هتلبس هدومها في ايديها يعني. ده غبي قوي، غبي. ده انت اسئلتك غبيه كمان، مفيش منطق في الكلام يا اخي. ده انت تعبتني يا اخي، تعبتني. ده انت ايه ده؟ يا اخي ده انت ما غلطتش. وبعدين انا مش عاطل، انا رئيس جمهوريه نفسي، فما ينفعش تقول الكلام ده، تجرح مشاعري كده، تجرح مشاعري كده. اجرح مشاعرك ايه يا بيه انت يا حمار؟ هو انت فاكر ولا شويتين انت عملتهم على دول كل يوم؟ يلا ده انت ما عندكش تربيه، يلا ده انت ما شفتش تربيه، يا قليل الادب يا سافر، يا غور من وشي، هقوم ارتكب جنايه دلوقتي، اقول واحد لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش ماشي، انا عايزك هنا رباطيه، انا بقى دي انا بلطجه، انا هنا انا بلطج بقى لحد ما اتجوزني، اديني بقول اهو، وما تنساش السنه الغبيه بتاعتك دي تاني، اخر مره اسمح لك، بعد كده هتضايق واتعصب عليكم جامد، لو سبت السنه الغبيه دي تاني انا هزعلك. بقول لك اهو، انا هتجوز دلوقتي، انا هتجوز، مش دعوه، شوف لي حل، هتجوزني انا هتجوزك، يعني انا هتاخد لكم جنيه وهطلع بره اقول لهم راجل مش عايز اتجوز ابنه اهو. ده ناس فهمني غلط، الناس بقت تاكل وشي، تقول لي انت ازاي مش عارف تجيب لي لحد دلوقتي، ايه اشتريهم من السوبر ماركت يعني ولا اجيبهم من المراسله؟ هتروح اشوف واحد يعني اجيبهم من المراسله؟ انا مش فاهم يعني، المفروض كده يا اخي تحافظ سمعتي يا اخي، بدل ما الناس كده اللي رايح ولا جاي عمال يقول لي انا يعني مش عارف تخلي، مش عارف تجيب له وجع فادي، ايه الادب والسفاله دي؟ خلي سيرتي على كل لسان، خلي الناس كلها كلت وشي، بره، ما بقتش عارف اقول لهم ايه. بس كده يا ابوك انا هجيب لك يا ولد. تعالى خد يا حيوان، رايح فين؟ خد تعال، ده انت جبان كده وبتجري، ما تخليك يلا تسد لاخر الموقف يا ولد.